السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده غدانا هيبقى لازانيا. طريقة حلوة جدا واقتصادية، ما فيهاش اي لحوم ولا حاجة. ساعات بتتعمل بلحم مفرومة، النهارده هعملها اقتصادية شوية ما فيهاش لحوم. تبقى عبارة عن خضار، مكرونة وخضار. تمام. انا اول حاجة حطيتها بس التسبيكة بتاعة الطماطم اللي احنا عملناها برضو في الفيديو اللي فات بتاع تقريبا التفريزات. حطيت كيس. تمام. كانت مكوناته بصل وتوم وملح وفلفل اسود وحبة سكر. بس كده. انا هستنى لما الطماطم تفك. تمام. هي متسبكة مش محتاجة اي حاجة. هحط عليها شوية فلفل الوان، خلاص، عشان هي المفروض بالخضار طبعا برضو متفرزن. خلاص كويس كده. الفلفل الالوان لازم يتحط اخر حاجة، يعني بعد ما تكوني عملتي الحاجة اللي انت بتعمليها، طالما متفرزن يتحط في اخر الاكلة. لو لسه فريش لا، ممكن تحطيه عادي من الاول او من النص عشان ما يتهرش. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هستنى اما هي تفك والفلفل يدوب شويه. خلاص، هو اصلا دايب من التلج يعني. هنزل عليها شويه ميه علشان احنا مش عايزينها تبقى سميكه قوي. السمك ده مش بتاع اللازانيا، انا عايزاها تبقى خفيفه شويه. وهعمل برضو معاكم البشاميل الخفيف، علشان هي دلوقتي المكرونه مش هتستوي في ميه. هي المفروض هي دي السوائل اللي هتسوي المكرونه، اللي هي الصلصه والبشاميل. فلازم عشان كده الاتنين يبقوا خفاف، عشان السوائل دي هي اللي هتسوي المكرونه. تمام. انا هزود شويه ميه، يا ريت تكون سخنه. بس كده. هستنى شويه لما تغلي. هظبط الملح بتاعها لو هي محتاجه. مفيش اي حاجه تانية ممكن اعملها دلوقتي. هنقل انا بقى ايه على البشاميل. خلاص هحضر حاجته ونرجع تاني. طيب انا يا بنات هعمل دلوقتي معاكم البشاميل الخفيف. تمام. انا دلوقتي عندي لبن مغلي، لسه مغلي. اللبن لما يكون لسه مغلي بيبقى سخن، بيكتول الدقيق. فانا لو نزلت دلوقتي بسمنه ودقيق وحمصتهم شويه او حمرتهم مع بعض، حطيت عليهم لبن سخن، هيكلكع معايا الدقيق. فانا في حاله اللبن المغلي بحط له الدقيق مع حبه ميه صغيرين، خلاص، واضربهم مع بعض من غير سمنه. تمام. وبحطهم زي ما انتم شايفين كده، بحطهم اهو. دي معلقتين دقيق ومعاهم شويه ميه، خلاص دوبتهم فيه. خلاص، وهنزل هنا على اللبن علشان الدقيق ما يكلكعش معايا. خلاص هقلب. هنحط ايه تاني؟ هنحط شويه ملح وبشر. بحط معاها برضو جوز الطيب، بحب معاها بشر كده، حاجه بسيطه بتدي طعم حلو قوي في البشاميل. هي كده بسيطه قوي يعني، بس احنا هنحط كمان حبه. حلو كده. تمام. معلقه جبنه كريمي بتبقى يا جماعه تحفه جدا، بس احنا مش هنكتر يعني. خلاص، عايزين بس نوطي النار كده ونقلب. احنا كده ممكن نبقى محتاجين، هو كده البشاميل حلو قوي، بس احنا عشان البشاميل بتاع النهارده احنا عايزينه خفيف، فاحنا هنزود له شويه لبن. تمام. هنحط فلفل اسود. الفلفل الاسود مش لازم يكون ابيض عشان البشاميل، انا ما بحبش اصلا طعم الابيض، فانا بحط في البشاميل برضو فلفل اسود. خلاص ونقلب.
وما تسيبوهوش يا جماعة علشان هيكلكع، لو سبتوه هيكلكع. فاحنا ايدينا على طول في البشاميل كده. خلاص هنحط له بس دلوقتي اخر حاجة معلقة سمنة. واللي هيقول لي بقى اني لازم السمنة تتحمر في البشاميل في الدقيق والطعم بيبقى باين، الكلام ده كله يا جماعة والله ولا بتفرق خالص. الاتنين بيدوكي نفس النتيجة ونفس الطعم. الناس اللي بتبقى عاملة دايت بتعمله زي ما انا عملته كده، وما بتحطش سمنة. في ناس ما بتحطش سمنة اصلا في البشاميل علشان بيبقى عاملين دايت، وبيطلع نفس النتيجة، بيطلع نفس الطعم، بيبقى تحفة برضو. انا جه عليا وقت كنت بعمله كده. خلاص لما يكون اللبن ساقع طبعا بحمر له السمنة وبمشي بالطريقة المعتادة يعني. بس طالما اللبن مغلي عشان ما يكلكعش معايا الوصفة، اعمليه كده. وخصوصا اللي ما عندهاش هاند بلندر، واللي بقى مش عايزة تحط في الخلاط والكلام ده، فتعمله بالطريقة دي. هو دلوقتي كده قوامه حلو جدا خلاص، وكل حاجة دابت وزي ما انتوا شايفين كريمي جدا. هوريكم برضو عشان تشوفوا القوام معايا. بصوا يا جماعة، بصوا عامل ازاي، كريمي جدا وتحفة، مفيش اي حاجة مكلكعة خالص. لو كنا حطيناه الدقيق وحطينا عليه اللبن سخن كان زمانه كلكع وكنا احتسنا فيه. تمام، انا هطفي عليه دلوقتي خلاص، وهنبتدي بقى ايه نعمل اللازانيا مع بعض. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا دلوقتي هنحط البشاميل زي ما انتوا شايفين كده، سمكه جميل جدا. هنحط معلقتين كده في الصينية من تحت. تمام، معلقتين حلوين كده. ايه الفرق ما بين اللازانيا وما بين البشاميل، المكرونة البشاميل؟ هو ما فيش اي فرق، هي نفس العجينة بس هو شكل مختلف، وناس كده بتحب اللازانيا اكتر، تغيير شوية يعني عن البشاميل والمكرونة البشاميل اللي هي البنة واي مكرونة نوع تاني، بس هي نفس العجينة وبرضه نفس الطعم. تمام. المكرونة بتاعت النهاردة ايطاليانو. خلاص، اول مرة اجيبها بصراحة. في لازانيا بتتسلق قبل ما تتحط في الصوص وكده، وفي لازانيا بتتعمل نية. تمام، هي عبارة عن شرايح كده، للي ما يعرفهاش هي عبارة عن شرايح كده. تمام، وناشفة طبعا. في منها شرايح، في منها صوابع اسطوانية كده بتتحشى لحم مفرومة. دي عندي على قد القارب. تمام، انا هحط دلوقتي كده. ايطاليانو دي يا جماعة انا ما بجيبهاش، انا بجيب الملكة وبستعملها على طول وحلوة جدا معايا وزي الفل، وتقريبا ارخص لازانيا. اللي حصل ان انا بعت اجيب دي، فما لقوش غير ايطاليانو، راحوا جايبينها لي. تمام، انا بحط طبقة مكرونة وعليها الصوص ده. عادي ساعات انا بعمله باللحمة المفرومة. خلاص، النهاردة عاملاه اقتصادي زي ما قلت لكم. بحط كده، لازم يعني اشرب كل المكرونة علشان هي هتستوي فيها. اعملها كده خلاص، وفوقيها بحط البشاميل طبقة برضو كده علشان تبقى غنية كده بالبشاميل، تبقى غنية بالصلصة. طبقة كده متوزعة. ماشي، ونحط تاني اللازانيا، بس هنحطها المرة دي بالعكس. تمام، نحطها كده. خلاص، هنعمل تاني صلصة. لو انتي بقى عندك لحمة مفرومة متعصجة بتحطيها في الصلصة، بتدي طعم حلو جدا برضو. مرة عملتها برضو بالصدق، كانت تحفة. صدق بس يكون صدق بقالي علشان تبقى ريحته فجة كده وليه طعم جامد يعني، غير غير الصدق العادي. تمام، هحط بقى ايه شوية الجبنة الموتزاريلا دول اخر حاجة عندي بقى في خزين الشهر، لسه ما جبتش بتاع الشهر الجديد. هحطهم دلوقتي.
عايزه تحطيهم في البشاميل حطيهم، عايزه تحطيهم كده مفيش اي مشكله برضو. ساعات لما بتكون عندي اول شهر كده لما بيكون عندي بجيب كيلو بحط هنا وهنا. تمام. انا همشي بقى على نفس المنوال ده كده. هنحط المرة دي كده خلاص، وهنحط برضو صلصة. هفضل انا اعمل الصينية كده وكده علشان لما اجي اعمل الخرطة تطلع مظبوطة. تمام اهو. اشرب كده كل الاطراف بتاعتها، وهخلص بقى انا مع نفسي كده علشان ايه وقت الفيديو ما يطولش عليكم. هخلص وهوريكم الشكل النهائي. وادي اللازانيا المزيكا. بصوا يا جماعه، اللازانيا بالذات غير اي مكرونه، اللازانيا لازم وهي بتستوي لازم احط فيها الشوكه او سكينه علشان بتبقى ناشفه الى حد ما، بتبقى لسه ما استوتش. بعرفها من كده ان انا احط فيها زي الكيكه بالظبط، بحط فيها سكينه واشوف اذا كانت ناشفه لحد تحت ولا لا. تمام. انا هقطعها لكم. بصوا بصوا بس انا عايزاكم تشوفوا التفاصيل بس. بصوا بصوا تتقطع ازاي. بصوا المايونيز، بصوا البشاميل، بصوا عامل ازاي، وطريه خالص وجوسي جدا، وكلها طبعا صوص من جوه وبشاميل، وزي ما انتوا شفتوا الطريقه. تمام. بعملها مع بطاطس محمره او شيبسي، جنب فراخ مشويه، جنب كفته. ممكن ايه تاني، ممكن لحمه محمره بالخل والثوم. هعملها لكم مره هتعجبكم جدا. انا بس دلوقتي عشان لسه اللحمه ما خلصتش لسه في الفرن، فانا قلت اوريكم بس اللازانيا. تمام. علشان اقفل الفيديو معاكم، وان شاء الله باذن الله هنعمل اللحمه اللي هي بالخل والثوم هتعجبكم جدا. معرفش انا ما شفتهاش بصراحه قبل كده، الوصفه دي وصفه والدتي، وهوريها لكم ان شاء الله باذن الله الفيديوهات اللي جايه. فيها تفريزات، وان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض وصفه حلوه جدا بالفراخ. يعني كمان يومين كده انزل لكم الفيديو ان شاء الله باذن الله. واتمنى ان انتوا تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه اللي ما اشتركش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.